متاخد مني حاجات ياما وبتهان، والميت بدل مثلا ما بيجي يكون جاي مثلا الساعه 9 يجي لي الساعه 2 بالليل والساعه 3 بالليل والساعه 4 بالليل. فاحنا عايزين المشاكل دي تتحل. موجود. انا عندي مكتب. لا ما هو المكتب بالنسبه لهناك مش كفر هينفعنا. الزيات بعد اذنك. ماشي معاك. مكتب في كفر الزيات فيه محامين وفيه اساتذه محترمين، وان شاء الله اذا صادفنا الحظ وكنت نائبا لهذه الدائره انا من اهل بيار هعمل مكتب ليهم هنا ومجموعه تشتغل معايا لو في اي مشاكل سريعه. هي دي مشاكل تزعل الناس واحنا كناس فلاحين، هي دي مشاكل. احنا هنبقى متواجدين معاكم فيها، مش هنبعد عنكم، مش هنبعد عنكم، احنا هنبقى متواجدين فيها عشان حضرتك تكون عارف، مش هنسيبها ابدا. لا 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 دي بالنسبه لي انا، بالنسبه لي انا دي مشاكل الناس الغلابه. بالنسبه لي انا يا حاج خالد لا تمثل مشكله. ليه؟ انا يقدر يبقى لنا مقر هنا ولينا تليفونات ولينا ناس في اي حاجه انا موجود هنحلها باذنك يا رب ان شاء رب العالمين. فضلا على الخدمات العامه بقى، يعني انا من ضمن الحاجات عايز اعمل وقلت للمحافظ هذا الكلام اللي اتشال اللي هو محمد نعيم، عاوز اعمل موقف لبيار، اعمل لها موقف ثابت يبقى معروف ان ده موقف بيار، يطلع كفر الزيات يطلع طنطا يطلع هنا يبقى معروف مكان بختاره يكون تبع املاك الدوله واخترته فعلا يبقى كذا. قلت له عايز اعمل مشروع المليون رغيف، فرن آلي على اعلى مستوى. كل الحاجات دي انا بفكر فيها لبيار، مش ساكت عليها، خلي بال حضرتك. لكن انا قلت هذا الكلام واتكلمت فيه مع المحافظ السابق اللي اسمه محمد نعيم، اللي هو محمد نعيم، واخد بال حضرتك، وجه معايا مره هنا ونزلنا على الموقف عند الكوبري واخترنا مكان املاك دوله ان شاء رب العالمين باذن الله، باقي على التنفيذ باذن الله. سياده المستشار هو واحد عايزينه من حضرتك هيلم ده كله. انت حضرتك وعدتنا واحنا اتكلمنا ووعدنا الناس لابد من وجود مقر موجود يا فندم، موجود ان شاء الله. لابد من وجود في ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك وربنا معاك، وان شاء الله باذن الله هننجح وهناخد الكرسي باذن الله. احنا يلزمنا في بيار مقر لحضرتك موجود يا في فندم. ناس من بيار ليسوا غرباء عن ابيار، ايوه يتجمعوا مشاكل الناس. استاذ خالد دي الشقه بيقول عليها، الاستاذ محمود دي الشقه بيقول عليها، الحاج فلان الحاج سين الحاج صاد، الشكاوى دي بتتجمع والطلب بتتجمع ومع اتصال بحضرتك مباشر وقتها. اللي نحل في وقت ونحل ما نحلش بياخد مهله لحد حضرتك ما تحله. حادثه زي الاستاذ خالد بيتكلم عليها في الجامعه او غيرها حضرتك بالتليفون احنا هنبلغك وحضرتك ان شاء رب العالمين باذن الله. الوعد الوحيد مقر انتخابي في بيار، وانا باذنك يا رب ان شاء الله باذن الله نعرف نتعامل ونعرف نتكلم ان شاء رب العالمين باذن الله. انا حاطط ده من ضمن الخطه بتاعتي. الله ينور باذنك يا رب. بالتوفيق ان شاء الله يا باشا.